الواقع الأليم وينقلنا معه في رحلة غرق في نهر الخنزير الذي لم يعد موجودا في مدينة عمودة في شمال سوريا، ولا مفر من الموت أو الاستشهاد غرقا إلا بتذكر الذكريات التي كان يضج بها المكان الذي تغيرت ملامحه عبر السنين والأوقات. فيأخذ ريشة فنان ويبدأ برسم الصور كلمات بلغة صوفية طفولية تتغلغل الجماد والحيوان والبشر ليعلن المصالحة، نعم المصالحة مع المكان، ويركز في أدق تفاصيله. فيكتب أسطورة عشق في صيف حار بين السنون وسقوف المنازل. إنها قصة قصيرة بالكلمات ولكنها تضم الكون كله بالمعنى. هنا يجسد الكاتب ذاته أو أناه ليدخل في زاوية الوجود بلغة كنا قد نسيناها لأننا آلسنا لغة الأخبار والسياسة والشعارات، إلا أنه برهن وبكل وضوح أن لغة الوجود والحب والاستشهاد في المكان هي لغة البشر والإنسانية. وأنا أعلنها من هنا وبكل احترام بأني في قراءتي لهذا الكتاب استرجعت بعضا من إنسانيتي. شكرا. أما الفقرة الآخر